يا اهلا بالحبايب. قبل اي حاجه عمل وكان بيحاول ان هو يهرب من الفعله بتاعته وهو خلص عليه ويبقى كده اخده حقه. لكن هي بتركز في المسدس بتاعه، بتعرف ان ده المسدس اللي اتعمل بيه الجريمه، اللي هو لما حد خلص على جوزها، وكده بيبان قوي لما ده خلصوا عليه، بيبان جدا ان هو ممكن يكون اللي عمل كده في جوزها. وبعد كده ليام بترجع ليهم هما الاتنين ومعاها الصيني اللي هو يعني برضه يعتمد عليه وبيحضر لهم الاكل، وبتبدا تتكلم بتقول لهم المأمور اللي مع الشيف الجديد هو اللي قتل وهو اللي عمل كل الحوارات، معاه نفس المسدس اللي اتعمل بيه الجريمه. وبعد كده كله بيبص لها وبيقول لها كده، بدات تتعقد اكتر. قالت له ما اتعقدتش ولا حاجه، احنا هنمشي في الخطتين وهنراقب الاتنين، اكيد هيوصلنا للحل. لازم ان انتوا تكونوا معايا وانا لازم اثق فيكم وانتوا تثقوا في بعض، لانكم انتوا الاتنين مش هتنفعوا وكده احنا مش هنروح في اتجاه. وبتروح بعد كده لكيت وبتوريها الاوضه اللي هي هتبات فيها، لان قررت انها تكون معاه وتشتغل معاه. وبتقول لها ما تخافيش، مفيش حد بيطلع هنا، يعني خدي راحتك وتقدري تنامي هنا براحتك، انا بطلع هنا كل فين وفين. ولو عايزه اي حاجه ممكن ان انت تقدري تكلميني او تنادي عليا هتلاقيني قدامك. قالت لها انا تعباكي كده، قالت لها ولا تعبي ولا حاجه. وبنلاقي ان ليام بعد كده وكانت قاعده وان احلامها كلها اتضربت في مره واحده وانها مكتئبه وزعلانه قوي. وبعد كده بتلاقي ان في الشيف الجديد موجود في الفندق وبتنزله وبيقول لها انا جيت اهو زي ما انت قلت لي، وخلي بالك ان في مشكله كبيره داخلين عليها ولازم تعرفيها. انا عرفت مين اللي خلص على جوزي. قالت له مين؟ قال لها ده بقى المربط الفرس، وهنعرف الحلقة الجاية. اعمل لايك واشتراك عشان اشوفك في فيديو جديد. كان معكم زياد خلف الله، مع السلامة.